مصير الذهب والجنيه بعد ما امريكا رفعت الفايدة 0.5%. النظرية التقليدية او الكلاسيكية للاقتصاد بتقول ان كل ما امريكا ترفع الفايدة على الدولار، الناس كلها على مستوى العالم يحبوا يقتنوا الدولار عشان يستفادوا بالفايدة العالية. لما الدولار يبقى عالي والفايدة عالية، ده معروف ان هي الاعداء بتاعة الذهب. يعني في الحالة دي الذهب المفروض ينزل بشكل قوي لان الفايدة والدولار عليوا. وعايز اقولك ان رفع الفايدة 0.5% دي ما تعتبرش نسبة قليلة، لا نسبة عالية جدا بالنسبة لامريكا. ولكن المرة دي رفع الفايدة ب0.5% مش هيكون ليه الاثر القوي جدا على الاسواق وعلى الذهب، لان خلال 2023 امريكا رفعت الفايدة بشكل قوي جدا. يعني يكفي اقول لك ان خلال الاربع اجتماعات اللي فاتوا للفدرالي الامريكي رفعوا الفايدة في كل اجتماع 1.25%، وكان قبل كده متوقع ان هم يكملوا رفع الفايدة في كل اجتماع ب1.25 برضه. ولكن لما لقينا ان بيانات التضخم في امريكا ابتدت تقل اكتر من المتوقع، لقيناها بعد ما كانت اكتر من 9% تقريبا وصلت ل 7.1، وكان ده اكتر من المتوقع، يعني انخفضت بشكل اكتر من المتوقع. ده كان قلل فرص رفع الفايدة، وزي ما توقعنا قبل كده في الاجتماع ده الفايدة زادت 0.5% بس. وده بيخلي ان في الاجتماعات اللي جاية متوقع انها تزيد 0.25% في كل اجتماع. يعني ببساطة لو فضل التضخم في امريكا يقل بشكل اكتر من المتوقع، ده هيقلل رفع الفايدة في الفترات اللي جاية. وده بحسب تصريحات رئيس البنك الفدرالي الامريكي اللي قال ان هو هيقل وتيرة رفع الفايدة لو بيانات التضخم فضلت فيها استقرار، وان هي بتقل بشكل قوي جدا الفترات اللي جايه. وبناء على اللي انا قلته ده ممكن نلاقي فيه ردة فعل للذهب بعض الانخفاض في الفترة الحالية، ولكن المتوقع ليها ان هي تفضل تزيد بشكل تدريجي خلال عام 2023، خصوصا لو لقينا ان التضخم في امريكا بينزل بشكل قوي خلال عام 2023. اما بقى الاسعار الذهب في مصر، وبما انها مسعرة على سعر الدولار في السوق السوداء اللي هو بعيد جدا عن سعره في البنك، فلو حضرتك حابب تستثمر في الذهب في الوقت الحالي لازم تبقى عارف ان انت كده بتشتري بسعر عالي جدا ويعتبر مبالغ فيه بعض الشيء، لان كمان لقينا ان اقبال شديد جدا على شراء الذهب في الفترة الاخيرة، وده اللي علّى السعر اكتر برضه. فما يفضلش ان حضرتك تاخد تحويشة العمر كلها وتشتري بيها ذهب، لاني بسمع ان في ناس بتكسر شهادات علشان تشتري ذهب او تستلف عشان تشتري ذهب، وخصوصا تستلف بسعر فايدة عالي زي اللي موجود دلوقتي. لا، حضرتك اشتري بالمبلغ اللي زيادة عندك، يعني فائض عندك ومش عايزه لفترات طويلة. وحتى بالمبلغ ده ما تشتريش بيه مرة واحدة، اشتري على اجزاء او على مراحل عشان تعمل متوسط سعري. نيجي بقى لسعر الجنيه قدام الدولار بعد رفع الفايدة في امريكا 0.5%. عايز اقولك ان الجنيه هيتأثر بشكل محدود بسبب رفع الفايدة. هتقول لي ليه بشكل محدود؟ ده احنا بنلاقي دلوقتي في تذبذب وضعف قوي جدا في الجنيه قدام الدولار بالذات في السوق السوداء. عايز اقول لحضرتك ان سعر السوق السوداء ده ما بيمثلش السعر العادل للجنيه لأكتر من سبب. اول سبب منهم ان جانب العرض بيقل في الفترة اللي فيها سوق موازي او سوق سوداء. ليه؟ لان اي حد بيجيله دولار من بره مصر مثلا زي تحويلات العاملين في الخارج ما بيفضلش ان هو يروح يبيعها في البنك وبيروح للسوق السوداء. ده بيخلي ان في ناس كتيرة جدا بتروح للسوق السوداء عشان تبيع، وفي المقابل في ناس تانية بتروح تشتري الدولار من السوق السوداء مش علشان تستورد بيه، لا علشان بتعتبره مخزن للقيمة، خايفين من الاخر من اقتناء العملة المحلية حتى مع وجود فايدة عالية عليها. ليه؟ متوقعين ان قيمة الجنيه نفسه تنزل في الفترات اللي جاية. وعايز اقولك ان تحديد قيمة الجنيه العادلة ده حاجة محيرة او بيختلف عليها كتير من الخبراء وبنوك الاستثمار العالمية. يعني بنلاقي مثلا بنك جولدمان ساكس بيعتبر ان السعر اللي وصل له الجنيه في السوق السوداء ده يعتبر سعر اقل من قيمته. يعني بنلاقي واحد من اكبر البنوك الامريكية والعالمية اللي هو بنك جولدمان ساكس بيقول ان تداول الدولار في السوق السوداء ان هو يساوي 36 جنيه، ده بيعتبر سعر مبالغ فيه قدام الجنيه. وبيتوقع برضو رفع الفايدة على الجنيه بمعدل 2% في اجتماع البنك المركزي القادم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو
لايك وشير وفولو. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل.